السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا التقرير الخاص بالمباراة النهائية لكأس العرب 2025 بين المنتخب المغربي والمنتخب الأردني، والتي ستقام يوم الخميس المقبل إن شاء الله. هذه المباراة تمثل تتويجا لمشوار طويل من المنافسة والإثارة، حيث استطاع الفريقان الوصول إلى النهائي بعد تقديم أداء مميز في جميع المباريات السابقة. عشاق كرة القدم العربية ينتظرون بفارغ الصبر هذه المواجهة، والتي تجمع بين قوة المنتخب المغربي وروح المنافسة الأردنية في ليلة من المتعة والإثارة على أعلى مستوى. الجماهير على موعد مع مباراة نارية، والتوقعات كبيرة بأن تكون مباراة مليئة بالندية والإبداع، حيث يسعى كل فريق إلى كتابة اسمه في سجل البطولات العربية، والفوز بالكأس سيكون تتويجا لمسيرة البطولة بأكملها. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي تضم المهدي بن عبيد، وأنس باش، وسفيان بوفتيني، ومحمد ربيع حريمات، ومحمد بولكسوت، وأمين زحزوح، ووليد الكورتي، ومروان سعدان، وحمزة الموساوي، وطارق تيسودالي، وكريم البركاوي. كل لاعب لديه دور محدد في هذه المباراة النهائية، ويشكلون معا كتلة متماسكة من القوة الفنية والقدرة الهجومية والدفاعية. أما المنتخب الأردني فتضم تشكيلته الرسمية يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبد الله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي، رجاء عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد أرسان، ومحمود مرضي. هذه العناصر تضمن للاعبين القدرة على تنفيذ خططهم التكتيكية والاعتماد على المهارات الفردية والجماعية لإحداث التأثير الكبير في أرض الملعب. المباراة النهائية عادة ما تكون حذرة ومتكافئة، حيث يسعى كل فريق لتنفيذ خطته من الدقيقة الأولى. المنتخب المغربي معروف بأسلوبه الهجومي المنظم، مع التركيز على الاستحواذ والسيطرة على وسط الملعب، واستغلال مهارات لاعبيه في بناء الهجمات وخلق الفرص. المغرب يمتلك لاعبين قادرين على قلب الموازين في أي لحظة، مع القدرة على الضغط العالي على دفاع الفريق المنافس. في المقابل، المنتخب الأردني يعتمد على الانضباط الدفاعي، تنظيم خطوط الدفاع، واستغلال المرتدات السريعة والكرات الثابتة. الأردن يسعى لإحداث المفاجأة من خلال خطط تكتيكية محكمة، مستفيدا من الخبرة البدنية والقدرة على مواجهة الضغوط الكبيرة في المباراة النهائية، حيث كل قرار وكل حركة على أرض الملعب قد تصنع الفارق. المغرب من المتوقع أن يكون حريمات قلب الفريق النابض، حيث يتحكم بإيقاع اللعب ويصنع الفارق في لحظات الحسم. وطارق تيسودالي المهاجم السريع، والقادر على اقتناص الفرص الحاسمة وتحويل أي هجمة إلى هدف محتمل، بالإضافة إلى كريم البركاوي، جناح هجومي يتميز بالمرونة والقدرة على خلق المساحات وتمرير الكرات الحاسمة. الأردن يعتمد على يزيد أبو ليلى حارس مرمى صلب، قادر على صد الكرات الصعبة وحماية شباكه، ومالك شلبية مدافع قوي يقف أمام أي هجوم، ونور بني عطية لاعب وسط دفاعي ينظم اللعب ويسيطر على الإيقاع ويحول خطط الخصم إلى صعوبات. هؤلاء اللاعبون يمثلون عناصر حاسمة قد تحدد هوية المباراة والنتيجة النهائية. هذا النهائي ليس مجرد مباراة، بل تتويج لمسيرة البطولة بأكملها، والفوز بالكأس يعني المجد العربي والاعتراف بالقوة الفنية للاعبين والفرق الفنية. الخاسر رغم النتائج سيحظى بالتقدير على الأداء والمستوى الذي قدمه طوال البطولة. الجماهير المغربية متحمسة لرفع معنويات فريقها، بينما الجماهير الأردنية مستعدة لتقديم كل الدعم النفسي والمعنوي للاعبيها. المدرجات ستكون على موعد مع ألوان الهتافات والأصوات، حيث يتلاقى الحماس مع التشويق، والجماهير مع اللاعبين في مباراة ستكون أكثر من مجرد مواجهة رياضية، بل احتفال بكرة القدم العربية. ختاماً، مباراة الخميس المقبل بين المغرب والأردن ستكون مواجهة نارية مليئة بالإثارة والتحدي، حيث يسعى المغرب للتتويج بالكأس، بينما الأردن يسعى لإحداث المفاجأة وكتابة فصل جديد في تاريخ البطولة. الجماهير على موعد مع ليلة كروية تاريخية تجمع بين الحماس، المهارة، والندية على أعلى مستوى، لتكون مباراة تحفر في ذاكرة كل عاشق للكرة العربية، وتؤكد روح المنافسة الرياضية والتفاني في تقديم أفضل مستوى على أرض الملعب.